السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. وصفتنا لليوم هي شوربة العدس على الطريقة السورية. تابعوني للأخير مشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بدنا نجيب طنجرة غميقة ونحط فيها كاستين عدس. رح نغسل العدس كتير منيح بالمي لحتى تصير عندي المي شفافة، وبعدين نضيف حوالي لتر مي. وهلأ عم نضيف حوالي كاسة بطاطا مقطعة، وتقريبا كاسة جزر كمان مقطعة مكعبات صغيرة، وكاسة بصل مقطعة كمان مكعبات صغيرة. رح نحط الشوربة على النار على نار متوسطة لحتى تبلش تغلي معنا. أول ما تغلي عندي الشوربة رح يظهر عندي هالطبقة البيضة اللي على الوش. رح شيلها بالمعلقة، وبعدين اترك الشوربة تغلي حوالي 3/4 ساعة للساعة حسب نوع العدس المتوفر عندكم. أنا تركت الشوربة تغلي تقريبا عندي ساعة، وتأكدت إنه البطاطا والجزر استووا عندي. هلأ بدنا نضيف لها معلقة كمون كبيرة، والملح دايما حسب الرغبة. رح ضيف لها كمان نص معلقة كركم ونص معلقة مرق دجاج أو مرق خضار حسب المتوفر عندكم في البيت. وهلأ عم نضرب الشوربة بالخلاط حتى تصير عندي ناعمة. وهيك صارت الشوربة أعزائي المشاهدين. بعد ما ضربتها بالخلاط حصلت على هالمزيج هذا الناعم. وهلأ أكيد صارت جاهزة للتقديم. هاي فقرة التقديم مثل ما بتعرفوا أحلى فقرة بحبها. رح نجيب صحن اللي رح نسكب فيه الشوربة الزبدية، ونحط فيها الشوربة ونزينها بأي شي متوفر عنا في البيت. فينا نزينها بالبقدونس، فينا نزينها بالكزبرة الخضراء، بالكرفس، أي شي متوفر عندكم في البيت. وكمان في منهم بحبوا يحطوا على الوش زبدة، بس أنا أفضلها هيك تكون بدون مواد دهنية. وألف صحة وهنا. اكتبوا لي أعزائي المشاهدين بالتعليقات تحت كيف تعملوا انتو شوربة العدس، وإذا كنتوا بتحبوها أو لا. وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.